الكثير منكم شاهد هذا الأسبوع مقاطع متنوعة لمواطنين عاجزون على شراء قفة الخضرة، وهذا ناتج عن أزمة الأسعار. الهدف من هذا الفيديو ليس لاستغلال الأزمة أو دفعها لتوجه سلبي، فعلنا كل ما بوسعنا لفهم أصل المشكل وإيجاد الخلل. زيادة على ذلك لابد أن أتحدث عن مبدأ فقدناه باعتباره سببا رئيسيا في هذه الأزمة. كيفاش بدأ المشكل وكيفاش تطور؟ توقعت أكسفورد إيكونوميكس أن المغرب ضمن الدول الأكثر تعرضا للتضخم بعد الجائحة سنة 2020 نظرا لسبب الركود الاقتصادي العالمي عامة والمغرب بالتحديد، ولكن الأمر هنا ليس بالواضح، لأن التضخم يعني الزيادة في مستوى أسعار السلع والخدمات على مدى فترة معينة، ويعبر عنه بزيادة الطلب وقلة المنتوج. هناك تناقضين على مستوى هذا التعريف. في حالتنا هذه الأول في المدة، بحيث هذه الأسعار أصبحت بين ليلة وضحاها البارح ب 8 دراهم واليوم ب 240، والثاني في المنتوج، بحيث أن المنتوجات متوفرة كما كانت سابقا غير أن الثمن كيخلع. التجار يقولون أن المنتوج موجود لكنه لا يتماشى مع قدرة المواطنين. دعونا نفترض أن المنتوج قل. هل السبب هو الصادرات أو الحكومة أخطأت في حساباتها؟ أما بخصوص تطورات الغلاء من الأحسن أن نأخذها من أفواه التجار. ديال السوق هو العرض والطلب، لما الحاجة كيكون فيها العرض قليل والطلب كثير سي نورمالمون كتغلى. شو البصله راه دابا 10 دراهم بلاصتهم، بطاطا 6 ونص 6 دراهم وكنبيعوها ب 8 دراهم 7 دراهم. غلا ومطيشه ب 260 حبيبي، الفلفله والدنجه 300 راه بزاف. البطاطا 1000 فرانك شي خويا راه بزاف. مسؤول تتمناو من المسؤولين ديروا لنا شي حل هادشي، راه بقينا حنا البيع والشرايه بقينا تنديو حتى حاجه. هذا ما يحدث بالفعل، فمن المتوقع ان هناك تشابه في كل وجهات النظر. الموضوع يتعلق باحداث اوكرانيا من زاويه، وغلاء خدمات التوصيل المحروقات من زاويه اخرى، كما لخصها التاجر السلعه غاليه من بلاصتها. من الواضح ان الحكومه ساهمت في تجاوز ما وقع في اوكرانيا عن طريق دعم المواد الأساسية. هنا نفهم أن غلاء بعض المواد كالمحروقات بسبب بطش بعض الشركات. أما عن مقولة السلعة غالية من بلاصتها، سنأخذ إسبانيا كنموذج. فمثلا البطاطس في إسبانيا وبالضبط في جزر الكناري، فتعد زراعة البطاطس خارجة عن أنشطتها الاقتصادية. وسأدعكم الآن مع فيديو من تصوير صديقي صلاح القاطن بالجزر الذي تم تصويره يوم 14 فبراير من هذه السنة. حمزة، أنا دخلت اخويا كنقلب لك على هاد بطاطا يا خويا، شنو نقول لك؟ بطاطا اخويا الله يسهل عليك، ورو الكيلو. انت كتشوف حتى كيفاش 10 دراهم هما اللي ما عندهمش الزراعه وحنا اللي كنصدروها ب 240. فهل السبب راجع لغياب مراقبة الأسواق أم أن الفقير يستغل أخاه الفقير ليصنع ثروته؟ في الأصل والمعتاد تحديد ثمن السلع يتحكم فيه مجموعة من الموجهات كالاحتكار، وبطش البائع يتدخل بقوة للأسف، كما حدث في خنيفرة حيث ضبطت السلطات مخزنا للبطاطس، الشراء بثمن بخس والبيع في الأزمات بثمن مرتفع. هنا تدخلت الحكومة بمراقبة ومحاسبة من يستغلون الأزمات. باش ما نزيدش نكتر عليكم، الجميع يمر من مرحلة صعبة، فلا داعي لاستغلال بعضنا البعض، فنحن في وقت يجب أن نقف مع بعض، وعلى حكومتنا أن تتدخل في مراقبة وتأطير الأسواق ومحاسبة كل من يستغل الأزمات. كنتم معي أنا حمزة، دمتم في رعاية الله.